ويا صباح الفل عليكم، ومستمرين مع بعض في تفريزات الشتاء الجميلة لشهر رمضان الكريم والسنة كلها. الله لا يقطع لنا عادة أنا وإنتو. والنهاردة هنفرز مع بعض صلصة الطماطم بطريقتين اتنين مختلفين أحلى من بعض. هنعمل صلصة الطماطم المعلبة أحلى وأنضف من الجاهزة بمية مرة، بقوام مظبوط ولون في منتهى الجمال، بدون ما نضيف بنجر ولا فلفل أحمر. هقولك ازاي تطلع معاكي باللون الأحمر ده. هقولك كمان ازاي تحفظيها لمدة سنة وأكتر من سنة بدون ما طعمها ولا ريحتها يغيروا. أما الطريقة التانية مفيش أسهل منها. هنحفظ الطماطم وهي سليمة زي ما هي، بس في تريكات لازم تعرفيها الأول علشان ما تسودش منك ولا تبوظ. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف طريقتنا على طول. وحابة اطلب منك قبل ما نبدأ تشتركي في القناة عشان عيلتنا تكبر بيكي، وتشجعي كده الفيديو بلايك حلو من ايديكي. معايا هنا كمية كده من الطماطم ما شاء الله الأيام دي رخيصة جدا، مالية كده الأسواق، وفي كل الأسواق رخيصة، يعني أغلى طماطم هتلاقيها ب6 جنيه. انا جايبه هنا الطماطم دي ب6 جنيه، طبعا منقياها كده بالواحده. واهم حاجه في اي تفريزات هتفرزيها تنقي الحاجه كده بتاعتك، إيه، تكون كده صبحه وطازه كده وزي الفل، يعني تجيبي انضف حاجه. ما تجيبيش بقى طماطم مهريه ولا مستويه ولا الكلام ده كله، لا. هاتي كده الحاجه بتاعتك نظيفه وزي الفل بالشكل ده، هتقعد معاكي اكتر من سنه بدون ما طعمها ولا ريحتها ولا تتهري ولا يحصل لها اي حاجه. جبت زي ما انت شايفه كده 10 كيلو من الطماطم. عايزه اقول لك دي كده ايه البدايه. انا ان شاء الله هجيب كده كميه زي دي مره واتنين كمان، لان انا بحب احتفظ جدا بالطماطم بكميه كبيره كده في الفريزر عندي. طبعا ست البيت الشاطره لازم تستغل كده وقت الحاجه وهي رخيصه، تجيب منها كده كميه كبيره وتحفظها في الفريزر. هتقعد معاها طبعا، هتنفعها طول السنه. كمان بيجي عليها وقت وبتغلى جدا. اخدت بقى كده نص الكمية هنفرزها بطريقة، والنص التانية هنفرزها بطريقة تانية. وتعالوا كده حطيت الطماطم في طبق كبير كده تحت الحنفية، بغسلها غسلة كويسة جدا. طبعا الطماطم بتكون مرشوشة، فدعكيها كده دعكة حلوة قوي بين ايديكي كده مرة واتنين وتلاتة. بعد كده بطرف السكينة كده بشيل القمع الأخضر ده. طبعا القمع الأخضر ده بس حتة صغيرة خالص. القطة نظيفة وزي الفل، يعني أنا متأكدة إن هي لا فيها سوسة ولا دودة ولا أي حاجة خالص. فبس يا دوب كده بشيل القمع الأخضر اللي في النص ده وخلاص على كده. طبعا جنبي شفشق الخلاط، بغسل وأقطع وأحط في شفشق الخلاط على طول. طبعا هعمل بقى كده الكمية اللي موجودة عندي كلها بنفس الطريقة اللي شفتيني بعمل بيها، بغسل واقطع في شفشق الخلاط، وادي كده شفشق الخلاط فنجان كده صغير من المية، واضرب بقى الطماطم كده 3 4 ضربات بحيث تنعم معايا خالص. طبعا لو بتحبي تصفيها اللي يعجبك، ولكن الطماطم اللي موجودة كلها في الاسواق القشرة بتاعتها رقيقة جدا، يعني مش محتاجة ان انت تصفيها. كمان مع ضرب كده مستمر في الخلاط هتنعم معاكي جدا. بعد كده بسخن حلة كويس جدا على النار وتكون واسعة كده شوية، هنزل فيها بنص كوباية من الزيت. وضروري هنا ان انتي تسخني الزيت الاول علشان تديكي اللون الاحمر اللي شفتيه في اول الفيديو ده. بعد ما الزيت كده سخن معايا بدأت كده اسمي بالله واضيف اول شفشق وبعد كده تاني شفشق وهكذا لغاية ما اخلص الكمية اللي موجودة معايا كلها. دي طريقة أمهاتنا اللي احنا اتربينا وكبرنا عليها، كانوا بيسبكوا الطماطم بالطريقة دي، بتقعد معاهم طول السنة ما شاء الله، ولا لونها بيغير ولا طعمها ولا ريحتها، بالظبط كأنها كأنك لسه عاملاها بالظبط. هسيبها بقى كده في أول نص ساعة على نار عالية، أول ما تغلي معايا كده لمدة نص ساعة. في نص التسوية بتاعتها هبدأ أضيف مادة الحفظ بتاعتها، وهي معلقة كده من السكر. معلقة السكر دي بتحفظها جدا. ما بضيفش اي حاجه للطماطم خالص، ولا بنجر ولا فلفل احمر ولا بابريكا ولا اي حاجه. ههدي النار بعد كده وهسيبها بقى من نص ساعه لساعه الا ربع، وطبعا بترجع لحسب الكميه اللي انت عاملاها لغايه ما توصل معايا بالقوام اللي انت شايفاه قدام حضرتك ده. ما شاء الله شربت كده الميه بتاعتها، في نفس الوقت كده اتسبكت معايا ونطرت كده الزيت بتاعها، نطرت كده الماده الدهنيه بتاعتها على وش الطماطم من فوق. وزي ما انت شايفه الطماطم حمرا جدا، بتلمع كده قدامك، قوامها تقيل كده ومظبوط. يعني بصي كيس واحد من الطماطم دي، من صلصه الطماطم دي، يخلي معاكي كده خلطه المحشي حمرا زي الدم.
طبعا هسيبها لغايه ما تبرد خالص، وابدا بقى كده اجيب اكياس التلاجة بتاعتي واكيسها بالطريقه دي. طبعا الكميه، حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها في كل كيس، يعني خلي الكيس معاكي كده اكياس متوسطه، مش صغيره قوي ولا كبيره، على قد الاكله كده. شايفه بقى ما شاء الله لون الطماطم عامل ازاي؟ زي ما قلتلك، اهم حاجه وانت بتشتريها نقي كده الطماطمايه الحمراء اللي تلاقيها في ايدك كده زي الفل. هكيس بقى الكميه اللي موجوده معايا بنفس الطريقه دي، هعمل كده كل كيس على قد الاكله. التفريزات دي مهمة وضرورية، بالأخص الطماطم بيجي عليها وقت بتغلى جدا، يعني 60 جنيه اللي أنا جايبة بيهم 10 كيلو دول، بيجي أوقات ب60 جنيه دول بيجيبولك 2 كيلو بس. فاستغل الموسم بتاعها وفرزيها بالطريقتين دول، ان شاء الله هيعجبوكي وهتعتمديهم على طول. ودي كانت اول طريقة معانا. هرص بقى الاكياس بتاعتي في درج التلاجة، في درج الفريزر، وفوق بعضها كده. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة التانية. فضيت الكمية بتاعتي بالشكل دوت في طبق كده واسع وكبير، وهنا انا هفرز الطماطم سليمة زي ما هي، فمش هغسلها نهائي ولا هجيب ناحيتها نقطة مية، وفي نفس الوقت مش هشيلها وهي زي ما هي كده. هجيب فوطة مطبخ نظيفة وابدأ كده امسك الطماطمية واحدة واحدة، وامسحها كويس جدا بالفوطة زي ما انت شايفة كده. ما ينفعش خالص اجيب ناحيه الطماطم اللي انا هشيلها سليمه، ما ينفعش اجيب ميه ناحيتها عشان ما تسودش وتبوظ مني. فبفوطه كده نظيفه وامسح كده الطماطم واحده 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 واحده. مش هياخد منك وقت ولا مجهود، يعني الكميه اللي شايفاها قدامك دي ما اخدتش في ايدي 10 دقايق، وخليت طبعا الطماطم معايا نظيفه وبتلمع وبتبرق كده زي ما انت شايفاه. الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد في ايدك اي وقت ولا اي مجهود، يعني ما شاء الله لو معاكي كده قفص من الطماطم في ثواني هتلاقي نفسك فرستيها. هجيب بعد كده بقى السكينة واشيل كده القمع الاخضر بطرف السكينة كده، داير ما يدور كده بشيل القمع الاخضر بس بتاعها. بحب اشيل الطماطم بتاعتي اللي هنا هشيلها سليمه زي ما هي كده، بحب اشيلها ولما اجي اطلعها يا دوب بس كده اديها شطفه كويسه تحت الحنفيه وتكون جاهزه معايا على طول. هخلص بقى الكميه اللي موجوده معايا كلها، همسحها كده مسحه كويسه جدا، وطبعا اشيل كده القمع الاخضر بتاعها بطرف السكينه. هخلص بقى كميتي كده زي ما شفتيني بعمل بنفس الطريقه دي. طبعا حبايه الطماطم معايا نظيفه وزي الفل، يعني انا متاكده ان هي لا فيها سوسه ولا اي حاجه، علشان بشيل بس كده القمع الاخضر بتاعها ده، ما بشيلش كده ايه وش الطماطميه كلها. استغلي الموسم بتاع الطماطم وهاتيلك شويه حلوين وفرزيهم بالطريقتين دول. خلصت بقى كده الكميه اللي موجوده معايا كلها، ما شاء الله الطماطم زي ما انت شايفه كده بتلمع وبتبرق قدامك. هبدأ بقى كده اجيب اكياس، بس تكون اكياس كبيرة شوية علشان نحط فيها كمية كده كبيرة، يعني كده ايه كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو. يعني انا السنة اللي فاتت كنت مفرزة الطماطم سليمة زي ما هي، ما شاء الله كنت جايبة كده كيس كبير، كنت عاملة كل كيس من 5 ل6 كيلو، واسحب بقى كده من الكيس، يعني زي ما انا حسب الكميه اللي انا عايزاها 3 4 كده، بسحب ما بتلزقش خالص في بعضها، يعني لما بتتجمد بتلاقي كل حبايه بحبايتها، ما بتبقاش لازقه خالص في بعضها. هكيس بقى كده الكمية دي كلها.
عايزه اقولك ان انا كنت زي كده بخاف افرزها وهي سليمه كده لحسن تبوظ ولا يحصل اي حاجه، وفي الاخر ما استفادش منها. ولكن بعد ما جربتها انا بقيت اعتمد الطريقه دي على طول، يعني الطريقه الاولانيه والطريقه دي بقيت اعتمد كل سنه الطريقتين دول في تفريز الطماطم. اجيب كميه كبيره كده، على فكره الكميه بتاعه ال10 كيلو دي مش اول كميه، ان شاء الله هجيب زيها مره واتنين كمان، لان زي ما قلت لك بيجي عليها وقت وبتغلى جدا. فانا بحب كده القوطه تكون عندي بكتره في الفريزر. فانا كنت بخاف جدا ان انا اشيلها وهي سليمه، ولكن بعد ما جربتها بقيت اعتمد الطريقه دي على طول. فتشجعي بقى كده وهاتيلي كميه كده حلوه من الطماطم وفرزيها بالطريقتين دول، وانا متاكده ان انت هتدعي لي دعوه حلوه على التفريزات دي. فرزنا كمان القرنبيط بطريقه ممتازه، يقعد عندك السنه كلها، يقعد عندك من الموسم للموسم، لا يتهري ولا يحصل له اي حاجه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ربنا يجعل كده بيوتنا كلها عمرانة بالخير دايما يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، واتمنى تشجعيني بلايك حلو من ايديكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.